ويا اهلا وسهلا بالحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين وفرحانين. جيت لكم فيديو جديد واخيرا، وبصوا يعني من غير كلام يا جماعه، انا جايه لكم فيديو اصالحكم بيه. جيت لكم فيديو مشتريات. انا عارفه ان انتوا بتموتوا في فيديو المشتريات زيي، اكيد كل ست بتحب المشتريات. فجيت لكم فيديو مشترياتي في الفتره اللي فاتت دي كلها، يمكن مشتريات كام شهر، مش هقول لكم كام اسبوع. قعدت اجمع فيهم كده واحده واحده. اكيد طبعا احنا مش هنشتري حاجه مره واحده، وقلت اطلع لكم بيهم كلهم. فيلا بقى شجعوني بعد الغيبه الطويله دي بلايك قمر زيكم، وكمان كومنت السكر اللي انا اكيد هقعد استناه بعد الفيديو عشان اعرف رايكم في كل حاجه انا اشتريتها. انتوا عارفين انا بحب ذوقكم وبحب رايكم. ولو انت بقى بتتفرجي عليا ومش مشتركه في القناه وعجبتك القناه، يشرفني وينورني انك تنضمي لينا. دوسي على كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان دوسي على رمز الجرس وكلمة الكل، واكتبي لي كومنت قمر زيك وقولي انك مشتركة جديدة معانا في القناة علشان أعرف وأرحب بيكي. بصوا مبدئيا بعتذر جدا 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 عن الخنفان اللي انا فيه وصوتي الصعب، بس مش عايزه اصدمكم واقول لكم ان انا البرد رجعلي تاني. ما هو انا مش عارفه في ايه الشتا ده. الحمد لله على كل حال، مش هصدر لكم طاقه سلبيه، بس انا يا دوب خفيت يومين والبرد رجع تاني، فالحمد لله الحمد لله. فاسفه سامحوني، عارفه صوتي مخنف وصوتي مش واضح وصوتي مش طالع ويعني ربنا معاكم وربنا في عونكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده وتسمعوا الصوت الصعب ده، بس سامحوني، اسفه والله غصب عني. آم، المهم اول حاجه الفنجان القهوه المتين اللي كلنا بنحبه. تعالوا بقى تعالوا نتفرج على المشتريات، يلا بينا نشوف انا جبت ايه. بس اوعوا تنسوا اللايك، بجد بجد محتاجه لايكاتكم ودعمكم وتشجيعكم ليا الفتره الجايه. يلا بينا. بصوا بقى، جبت الصينيه دي انا مش جايباها دلوقتي، دي من الحاجات اللي جبتها قبل كده وقلت لكم عليها. قلت لكم هوريها لكم ونسيت اطلعها في فيديو المشتريات اصلا، فبرضو قلت اوريها لكم يعني. بس دي بصراحه من فتره واستعملتها كمان من فتره واستعملتها. الصينيه دي حلوه قوي. انا ليه طلعتها لكم؟ لاني ما طلعتهاش قبل كده وحابه اوريها لكم. ان دي صينيه موجوده في ايكيا بلاستيك حلوه قوي. وسعرها كان رخيص، مش فاكره كانت تقريبا ب 49 او 39 حاجه كده. بس شيك قوي، نحط عليها بقى فطار الكلام ده كله، تقديم بجد حلو قوي يعني. فعشان كده قلت اوريها لكم، لكن دي كانت قديمه ومستعملاها زي ما قلت لكم. ندخل بقى على الحاجات الجديده بقى. نبدا بقى في المشتريات، لان الصينيه دي ما كانتش من المشتريات الجديده خالص. انتوا عارفين ان انا بعشق شمع ايكيا، وبنتي طبعا عارفه الكلام ده وبتشوفني قد ايه بشغله. واحنا في ايكيا راحت جابت ده، قالت لي يا مامي احنا المره دي بقى هنغير. انا دايما بحب اللي هو الابيض اللي تقريبا بيبقى بالفانيليا او جوز الهند حاجه كده، بتبقى ريحته تحفه. فقالت لي يا ماما احنا هنجيب ده علشان الكريسماس وكده، فنجيبه لون احمر. يعني هيبقى شكله حلو كده، ما يتحط في الهولدر بتاع الشمع هتبقى حلوه. فالمهم انا جبت دول، مش عارفه، تقريبا 30 واحده. انا مش عارفه انا بعد في ايه. المهم هما 30 واحده. فحلو يعني، وريحته بجد ريحته حلوه قوي، ولونه كمان بصوا هو نبيتي في احمر، فلونه حلو بقى للكريسماس وكده، فغيرت المره دي. جبت ايه كمان؟ جبت البراويز دي. دي براويز كده سيمبل خالص صغنططه، المقاس بتاعها 18، بصوا 13 في 18. فانا جايباها برضو ديكورات هحط فيها يعني حاجه خاصه بقى بالشتاء، خاصه بالكريسماس، فاهميني؟ يعني احنا بنقدر نغير الصوره اللي جوه دي بسهوله، بنطبع اي صوره ونغير الصوره. فالمهم انا حبيت اللي هو الفريم الاسود ده، قلت ايه اجيب اتنين. ماشي، اخرج من ايكيا من غير ما اجيب الفرش. يعني عايزه اقول لكم جبت منها كتير قوي قوي يعني. قبل كده كنت شاريه معاكم كتير في المشتريات، طبعا بستهلك بقى للسجاد وللحوض ومش عارفه ايه. فبصراحه هي حلوه. جبت بقى الاتنين دول، بصوا لونهم حلو قوي مميز، الاحمر والاورنج. وبرده بنتي هي اللي اختارت الالوان دي، هي جوجو تحب يعني تختار هي الالوان. فطبعا جبتهم، وبرده سعرهم بسيط، مش عارفه تقريبا 19 تقريبا يعني. انا هكتب لكم الاسعار كلها بالظبط. فجبت الاتنين دول. منظمات القمر دي برضو من ايكيا. فيديو النهارده برعايه ايكيا. عايزه اقول لكم المنظمات دي عجبتني جدا، البلاستيك بتاعها حلو، اللي هو الطري ده اللي ما يتكسرش، وحلوه قوي. انا بقى جبتها ليه؟ جبتها علشان يعني هتنفع في حاجات كتير. نقدر ان احنا ننظم بيها الادراج في المطبخ، حتى الظرف في المطبخ. كمان في التويليت انا عندي وحده كده في الحمام يعني. فبحط فيها برضو حاجات اقدر ان انا انظم فيها. وفي فكره برضو ممكن اعملها، ان انا اقسم دي، يعني اقسم دي
كده، وتبقى دي منظم صغنن. ممكن يعني استخدم الحته دي والحته دي، اخدهم كده اقسمهم، احطهم مثلا في درج التسريحه او درج في التويليت او كده، ودول اعملهم منظم تاني او اسيبهم على بعضهم. يعني بصوا انا جبت 2 المنظمات مش بتخسر، وبصراحه سعرهم برضو كان من الحاجات البسيطه كده. يعني ايكيا برضو في البلاستيكات سعرها كويس، فجبتهم. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه. جبت الاتنين دول، دي الورد المجفف. يعني بصوا يا جماعه هقول لكم على حاجه، مهما تلفوا مهما تروحوا اماكن مفيش غير الورد المجفف بتاع ايكيا، لان انا جربت انواع كتيره قوي. طبعا عندي منه كتير، بس كلهم حسيت ان هم ايه قالوا، لان في فازات بحط فيها. حاطه منهم برضو في زي برواز كده عندي كنت جايباه من ايكيا، فحاطه منه. فحسيت ان انا عايزه برضو دول علشان الديكورات كمان الالوان بتاعتهم بصوا شتوي كده وخريفي وحلوه قوي. بصوا انا ما جبتش النبيتي، هو في منه الوان على نبيتي والكلام ده بصراحه ما جبتوش. انا جبت الالوان الكشميرات دي حلوه قوي بصوا، وفي منه الوان على بيج، يعني في منه ده على كشميرات، وفي على بيج، وفي على نبيتي في اخضر في كده. فبصراحه دول عجبوني قوي، وكنت جايبه منهم قبل كده مجربه الريحه بتاعتهم روعه بجد. النوع ده الريحه بتاعته روعه، فما ينفعش يعدي من ايكيا واشوف الورد المجفف ما اجيبش كده واحده ولا 2 في ايدي، فجبت الاتنين دول. تعالوا بقى شوفوا ايه كمان جبته. قمر قمر قمر، وهبدأ بيه علشان هو البيبي الصغنن وهتعرفوا ليه دلوقتي. بصوا بقى جبت الفانوس المسكر ده. الفانوس ده او هولدر الشمع ده او ايا كان، يعني انا بصراحة من بدري جدا كنت عاوزاه، ومعظم منتجات ايكيا خلاص يعني مش عارفة ما بقتش متوفرة، ولما بتتوفر بكميات قليلة، وعشان هي كميات قليلة مش بتنزل على الابليكيشن اصلا. فلازم يعني الواحد يروح وكده. المهم اول ما رحت بقى في مرة ولقيته، عايزة اقول لكم كان فيه تقريبا 10 قطع بس او حاجة كده. فجبته على طول بصراحة، ما ترددتش. شكله مسكر، ويعني اكتر حاجة بقى عجباني فيه ان هو مش تقليدي. يعني انا بصراحة مش بحب الحاجة التقليدية. كمان عاجبني ان الفتحات اللي فيه دي اللي انتوا شايفينها دي، لما بتحط فيه شمعة بتبتدي الفتحات تدي الشكل ده على الترابيزه او المكان اللي حواليه، فبقى شكلها حلو قوي. يعني بصوا انا هنا قلت اجربه لكم بشمعه كده يعني عاديه الكترونيه، شكله حلو قوي، شكله بجد بيبقى قمر قوي. فما صدقت يعني ان انا جبته بصراحه، علشان كان عاجبني. بصوا شكله بقى يجنن، حلو قوي. يتحط بقى على ترابيزه، يتحط في ديكور كده في الصينيه او حاجه، فعجبني. ده كان سعره 199 يعني 200 جنيه. يعني بصوا انا الحاجه اللي بفتكرها بقول لكم عليها، الحاجه اللي مش فاكراها هكتبها لكم كلها ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. فده كان من ضمن الحاجات اللي عجباني. تعالوا نشوف جبت ايه تاني. بصوا انتوا هتلاقوا فيه شويه لخبطه في الحاجه، شويه طلع زرع، شويه فوانيس، مش عارفه ايه، علشان انا حسب اللي بيطلع في ايدي في الشنطه. زي ما قلت لكم الحاجات دي ما كانتش مره واحده، فكنت بجيبها واحطها كده مع بعضها. بصوا بقى جبت الزرعه المسكره دي. انتوا عارفين ان انا عندي منها زرع ايكيا فيه من النوع ده 3 انواع تقريبا او 4. فكان عندي الزرعه الروزماري بحب شكلها جدا، وكان عندي زرعه تانية قلت بقى اجيب دي زرعه اسمها زرعه الزعتر، حلوه كده ومختلفه وكانت عجباني، وبرده من ضمن الحاجات اللي كانت دايما تيجي بسرعه في ايكيا وتنتهي. فلما لقيتها جبتها على طول. دي كانت عامله تقريبا كانت 220 حاجه كده. بس شكلها حلو وعجبني ومش تقليديه. بصوا بقى جبت ايه تاني، ما فوانيس بقى يا جماعه، فوانيس. بصوا جبت الفانوس القمر ده. انا عندي واحد اسود تاني انتوا عارفينه، بس ده عجبني علشان الحجم بتاعه حلو كبير على فكرة على الطبيعة. وكمان الرسمة بتاعته كده مختلفة ومميز وشكله شيك يعني. فبصراحة يعني من ضمن الحاجات اللي جبتها وبرضه مبسوطة بيها جدا. انا بحب جدا جدا الحاجات اللي هي بتبقى مصدر للإضاءة ومختلف، يعني مش مثلا اباجورة تقليدية ولا الكلام ده، لا يعني يكون حتى على الترابيزة حاجة تدي إضاءة بس شكلها مختلف، وخصوصا بقى لو إضاءة ورم وكده. وطبعا نحط فيها شمعة بقى يعني حلوة كده، مش شمع الكتروني ولا حاجة، فبتبقى مديها شكل حلو قوي. فالمهم عجبني جدا وشكله شيك وامور فجبته. تعالوا نشوف جبت ايه. جبت بقى هولدرات للشمع. بصوا انا جبت نوعين من الهولدرات. نوع اللي هو الفاميه ده. عايزه اقول لكم الازاز بتاعه نقي جدا جدا جدا، حقيقي حقيقي اي ازاز في ايكيا ايا كان فازات هولدرات بيبقى نقي قوي. واسعاره حلوه.
الهولدر ده جبته هو زي ما انتم شايفينه كده على شكل وردة ولونه فاميه. انا عندي اصلا فازة فاميه، فقلت مثلا ممكن احط الفازة جنبها هولدر او اتنين، واحد من الناحية دي واحد من الناحية دي. يعني شكله حلو قوي قوي. ممكن كمان وانا بعمل معاكم اكلات في المطبخ احط فيه يعني الفلفل، الملح، الحاجات دي، البهارات، هيكون شكله حلو. بس انا جايباه اكتر للشموع بصراحة، فجبت 3. الواحد كان ب29 جنيه، فكان سعره كويس. جبت كمان الطقم ده طقم بيبقى 5 مع بعض. الازاز بتاعه حلو جدا ومربع كده وشكله شيك قوي. فعجبني، وكانوا ال5 ب59 جنيه تقريبا. فحلو قوي بجد، عجبني جدا. عايزه اقول لكم الفامي ده في منه نوع تاني، غالبا بيبقى على كشمير شويه او بينك شويه، بس انا يعني حبيت اللون ده. جبت ايه كمان؟ استنوا عشان انا نسيت اساسا. اه جبت الاباجورات دي. بصوا بقى، انا عايزه اعمل تجديدات شويه كده معاكم في غرفه النوم، يعني اغير من شكلها. فبصراحه كنت بحط الفازات على الكومود وكده، بس قلت لا اغير واحط الاباجورات بقى شويه. فطبعا انا مش عايزه اباجوره يعني تقليديه او عاديه، لا. فبصراحه انسب حاجه جبتها هي الاباجوره بتاعت ايكيا، جميله جدا. بنصح اي حد عايز يجدد، عايز يجيب اباجورات، عروسه بقى بتجهز، هاتيها سيمبل وبسيطه وجميله. وهتشوفوها طبعا لما تركب معايا ويتحط لها الاضاءه، بتبقى بسيطه كده يعني كيوته كده في نفسها، مش تقليديه بقى واللي دمهم تقيل دول، لا، بتبقى حلوه قوي. فجبتهم. هي بينزل منها اللون البينك والازرق والابيض. انا جبت 2 ابيض لغرفه النوم، وجبت واحده لغرفه الاطفال. ما حبيتش اجيب الوان لغرفه الاطفال، لان انتوا عارفين ان عندي ولد وبنت. فكنت هجيب ايه؟ هجيب ازرق البنت هتزعل، وهجيب بينك الولد هيزعل، فلا، هو خليها ابيض وخلاص. كانت الواحده ب200 جنيه. جبت كمان طقم التوزيع ده حلو قوي قوي، وبنصح اي عروسه بيه. طقم التوزيع ده كذا قطعه، انا مش فاكره بصراحه كام قطعه، تقريبا 5 قطع. حلو، والقطع بتاعته مميزة، خامته حلوة قوي طبعا، وبلاستيك صحي وبلاستيك متين كده، فحلو جدا. انا شايفاه طقم عملي جدا، اي عروسة تجيبه. وسعره كان برضو مش كتير، يعني سعره كان 169 او 179. فعارفين اللي هو تجيبوا طقم توزيع بالسعر ده، خامته كويسة جدا وحاجة نظيفة. احسن من ان احنا نجيب اي نوع طقم توزيع يعني متداول في السوق وخامته مش حلوة، بيبقى السعر اعلى من كده. بصوا بقى، شايفين القمرايه دي اللي على السفره؟ بصوا، انا عندي زرع كتير اخضر زي ما انتوا عارفين. فعارفين اللي هو عيني حابه تشوف لون بقى، يعني اغير بقى. الزرعه دي عجبتني جدا. بصوا انا بوريكم تفاصيلها، مش ظاهره في الصوره خالص، صدقوني التصوير ظالمها. الجذع ده بتاع الورده، عايزه اقول لكم هم عاملينه بشكل، مش عارفه خامه قطيفه دي ولا خامه ايه. المهم يعني ان انتوا تشوفوها وتلمسوها كمان، تحسوا ان هي ورده طبيعيه. انا مش عارفه هم عاملينها بايه. فايكيا مميزه قوي في الورد وفي الزرع يا جماعه، بجد مميزه. يمكن اسعارها بتبقى غاليه شويه، بس بتبقى حاجه مميزه. فالمهم جبت الورده المسكره دي، وكمان جبت الوردة القمر دي. قلت بقى نجيب شوية ورد بقى. دي اسمها تقريبا زرعة الأوركيد، حاجة كده، يا رب أكون نطقتها صح. بصوا برضو تفاصيلها دي، الحتة اللي فيها دي عاملة زي الجلد، والورق بتاعها ملمسه جميل وكأنه طبيعي. وكمان اللون بتاعها عجبني، في منها لون تاني موف، بس أنا عجبني اللون ده بصراحة. وكمان جبت الزرعة القمر دي او الورد القمر ده، برضو حسيته حلو. بصوا، هو احلى حاجة في الدنيا ان انتوا تشوفوا ورد قصاد عينيكوا او زرع، ويا سلام لو ورد طبيعي طبعا، يعني احلى مليون مرة من الورد الصناعي. وانا كان نفسي جدا حتى في فيديو تجديد البلكونة معاكم ان انا اجيب ورد طبيعي. بس انا يا جماعة يعني معلش، اختكم جاهلة جدا في موضوع الزراعة، وان انا اراعي الورد والزرع، ما بقاش عارفه ايه اللي يتحط في الضله، اللي يتحط في الشمس، احافظ عليه ازاي. فبخاف يموت مني، فانا بحاول اجيب حاجات تشبه للطبيعي علشان تريح العين. طبعا مش هتبقى زيها خالص، بس بتبقى ايه اهو، مايله شويه للشكل الطبيعي، بس صناعي، لاني مش بعرف اراعي الطبيعي بصراحه. ايه بقى اللي جوه ده يا نيمو؟ شايفين ايه؟ دي المامي بتاعت الفانوس اللي انا لسه مورياه لكم. مش قلت لكم هبدا بالبيبي الاول؟ بصوا بقى، الفانوس ده يا جماعه، او انا مش عارفه بيسموه ايه عامه، يعني هو كبير قوي زي ما انتم شايفينه كده. انا من بدري جدا، يمكن اقول لكم من حوالي اكتر من سنه كان نفسي فيه،
وكل ما اروح له يعني مره رحت وقلت ايه لا خلاص ده غالي شويه، وبعدين مره تاني كذا مره اروح الاقيه مش موجود اصلا، حاجات ايكيا متبقاش متوفره، مع ان انا على طول باستمرار في ايكيا. بصوا الحجم بتاعه عامل ازاي اصلا، ده ليه بقى؟ طبعا مش على الترابيزه ولا حاجه، انا كان نفسي في حاجه للاضاءه تتحط في الارض، يعني عارفين بقى نحطها مع بعض كده انا وانتوا جنب الترابيزه بتاعه التلفزيون اللي احنا لسه شاريينها، يا سلام. فبجد حلو قوي قوي ومبسوطه بيه، اكتر حاجه انا حرفيا مبسوطه بيها في كل المشتريات هو الفانوس ده. بصوا اصلا شكله في الارض قمر، وما تحكموش عليه طبعا بالشمعة الالكترونيه دي، لسه هيتحط كده في مكانه، وتخيلوا كده طفي النور ويبقى الاضاءه ورم وهاديه كده جنب ترابيزه التلفزيون تبقى سكر. فبصوا بقى دي الحاجات اللي انا اشتريتها. بقالي حبه حلوين كده بحوش فيهم حبه فتره يعني، لاني مش اي حاجه يا جماعه يعني هنجيبها مره واحده، هاتوها واحده واحده، ويعني ان شاء الله هتجيبوا كل حاجه انتوا نفسكم فيها واحده واحده، حوشي كده واحده واحده ان شاء الله. حتى تكون نفسك مثلا في زرعه معينه، بص انا بديكم مثال بسيط، ورده معينه، واحده واحده حوشي وهتجيبيها. وصدقوني هتبقي مبسوطه قوي وانتي جايباها، وعينك وانتي رايحه وجايه في الشقه شايفاها، وانتي حطاها على الترابيزه، حطاها قدامك في المطبخ. فان شاء الله هتجيبوا كل حاجه نفسكم فيها وتحققوا كل اللي بتتمنوه. واسفه جدا جدا بجد على صوتي الغريب بس هعمل ايه طيب، بامانه انا حاولت اسجل لكم شويه الفويس وساعات كنت بقول كده يعني بتكلم عادي بصوتي في الفيديو، فمعلش استحملوني بجد، انا مش عارفه الشتا ده فيه ايه مالي. فمش عارفه مش عارفه اسجل اي فويس وصوتي زي ما انتوا شايفينه كده. فالحمد لله على كل حال، مش عاوزاكم بقى تنسوني بلايك حلوه كده، بجد محتاجه تشجيعكم جدا 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 الفتره دي. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، وفيديو مشترياتي من ايكيا. يا رب يا رب تكون الحاجات عجبتكم، وهكتب لكم الاسعار كلها لان انا حقيقي ناسيه الاسعار، لان في حاجات كانت من حبه حلوين وفي حاجات كده بصراحه متلخبطه في سعرها. عايزاكم بقى تقولي رايكم في الحاجات دي كلها، وفي الزرعات او الورد القمر ده. يعني تغيير كده، تغيير يا جماعه عن كل شويه اخضر اخضر اخضر، لا برضو الالوان دي بتبقى حلوه وجميله ومبهجه. ومهم جدا بقى مستنيه رايكم في الفانوس المسكر ده، بجد يعني الحاجه اللي كان نفسي فيها من بدري، وكل شويه تتمنع وتنزل تاني في ايكيا. فزي ما قلت لكم كده، لما لقيته ما سبتوش، على طول جبته. بجد عجبني قوي، خصوصا ان هو حجمه يعني بجد حجمه على الطبيعي حلو قوي، وهحطه في الارض زي ما قلت لكم. وكمان قولوا لي رايكم في النونو بتاعه ده. انا حاساهم مختلفين وشيك كده وحلوين حلوين ومختلفين قوي. فما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الحاجات دي كلها. مستنيه بقى الكومنتات بتاعتكم، هتوحشوني للفيديو الجاي، واستنوا الفيديو الجاي بقى، وفي مشتريات الجمعة البيضاء ويعني حاجات كده. علشان انا الفترة اللي فاتت كلها كنت ايه يعني زي ما قلت لكم كده، بحوش بقى وبشتري حاجات كان نفسي فيها قوي، بس انا قلت اقسم لكم الفيديوهات يعني. هنا خلاص خلصنا ايكيا، ندخل بقى ايه على اللي بعده. فاستنوني في الفيديو الجاي، ومع الف سلامة، اشوفكم في فيديو جديد.